الغاز ناقص في المكيف. المشكل مش ديما من الفلويد دو غاز. المكيفات الحديثة تنجم تكتشف نقص الغاز وحدها، اما الحقيقه اغلبها ما فيهاش ديتكتور فويت مباشر. الكارت الكترونيك تراقب برشا معطيات وتقرر اذا فما نقص في الغاز ولا لا. مثلا تراقب حراره الغرفه، حراره الايفابوراتور، وحراره الرفولمون. في بعض لي موديل حتى حراره الانابيب. اذا القيم هذه ما عادش متناسقه المكيف يدخل في بروتيكسيون. وزيد حراره الرفولمون تاع الكمبرسور، اذا تطلع برشا الكارت توقف الكمبرسور باش تحميه. وفي بعض المكيفات الحديثه حتى الكونسوماسيون الكتريك نتاع الكمبرسور تدخل في الحساب. اذا الغاز ينقص الكمبرسور يستهلك كورون اقل والكارت تكتشف الحاله. حسب نوع المكيف تنجم تشوف دي كود كيما U0 ECF0 CH38 E438 ولا F91. اما انتبه، الكود هذا ما يعنيش ديما انه الغاز ناقص. اول حاجه قص الكهرباء على المكيف، استنى شويه وجرب عاود شغله. بعدها شوف الراكور والانابيب، اذا تلقى اثر زيت غالبا فما فويت. وزيد استعمل بانس امبيريمتريك وقارن الكونسوماسيون مع القيمه الاصليه. اذا الامبير اقل من الطبيعي فما احتمال كبير انه الغاز ناقص. وزيد شوف الانابيب الخارجه من اليونيتي اكستيريور، عاده الزوز يكونوا باردين اما التيو اسبيراسيون يكون ابرد من الثاني. اما اذا تشك انه المشكل مش من الغاز قيس الكابتور ان تي سي بالملتيميت، خاطر السنسور متعطل ينجم يعطي انذار كاذب ويخليك تبدل الغاز بلاش سبب. تشخيص صحيح خير من شحن الغاز عشوائيا. واذا تحب تعرف اسرار الديباناج كليماتيزاسيون كيما البرو تبعنا.